أهلا بكم معانا في المحاضرة الثانية. معكم أحمد أسامة، وهنستكمل السلسلة اللي بنتكلم فيها عن أساسيات التداول في أسواق الأسهم، وخاصة أسواق الأسهم الأمريكية. هنستكمل ما تم شرحه خلال المحاضرة الماضية، وأول حاجة هنتكلم عليها في محاضرة النهاردة هو إزاي بيتحدد سعر السهم. وخلينا نسأل سؤال بسيط جدا. لما بتفتح منصة التداول وتشوف سهم قابل مثلا ب $230، هل سألت نفسك قبل كده مين اللي قرر إن السهم ده يسوى الرقم ده بالظبط؟ يعني هل في جهة بتحط السعر ده، ولا بيطلع وبينزل كده لوحده بشكل عشوائي؟ الحقيقة إن مفيش حد بيقرر السعر. السعر بيتكون بشكل طبيعي من خلال صراع بين ملايين من أوامر الشراء والبيع اللي بتحصل في كل ثانية، وده اللي بنسميه آلية اكتشاف السعر أو البرايس ديسكفري ميكانيزم. أول حاجة، السوق شغال دايما على مبدأ العرض والطلب. يعني إيه؟ يعني ببساطة فكر في السوق زي أي حاجة في حياتنا. لما الطلب على منتج معين بيبتدي يزيد بشكل كبير، والسلعة دي أو المنتج ده بيكون محدود، لازم سعر المنتج ده يبتدي يطلع. ولما الطلب بيقل والعرض بيزيد، السعر لازم ينزل. نفس المنطق ده هو اللي بيحصل جوه أسواق الأسهم الأمريكية. كل ثانية في ناس عايزة تشتري وناس عايزة تبيع، وكل واحد فيهم بيحط أمر بالسعر اللي هو مستعد يدفعه أو يقبله. يعني في واحد بيقول لك مثلا أنا عايز أشتري سهم تسلا ب $240، وواحد تاني بيقول لك أنا هبيع بس لما يوصل ل $242. الفرق بين الرقمين دول بنسميه السبريد. وأول ما المشتري يوافق يشتري بسعر البائع، الصفقة هنا بتتنفذ والسعر الرسمي للسهم بيتحدث فورا. وخليني أقول لك إن ده بيحصل ملايين المرات في ثواني قليلة جدا، وده اللي بيخلي الأسعار تتحرك طول الوقت. طب نيجي لتاني حاجة، يعني ايه دفتر الأوامر أو الأوردر بوك؟ ببساطة الأوردر بوك هو قلب السوق. ده المكان اللي بيتجمع فيه كل أوامر الشراء والبيع اللي لسه ما تنفذتش. وخلينا اشرحها لك بمثال بسيط جدا. تخيل مثلا ان سهم امازون دلوقتي عند $170. الأوردر بوك بيكون شغله كالتالي: في الطرف الشمال أوامر الشراء، ناس عايزة تشتري عند أسعار أقل، وليكن مثلا 169.9، 169.8 أو 169.5. في الطرف اليمين أوامر البيع، ناس عايزة تبيع أعلى، 170.1، 170.2 وهكذا. السوق بقى طول الوقت بيحاول إن هو يوازن ما بين الاتنين. أول ما حد يدخل أمر فوري يقول أشتري بأي سعر، الأمر ده بيضرب أول عرض بيع موجود حاليا، والسعر بيتحدث في لحظتها. فكل حركة على الشارت هي في الحقيقة نتيجة صفقة جديدة حقيقية بين مشتري وبايع اتقابلوا عند نقطة معينة أو عند سعر معين. طيب ده يودينا لسؤال، يعني السعر بيتغير كل لحظة؟ بالظبط كده، السعر بيتغير آلاف المرات في الثانية الواحدة. طب ليه بقى؟ لأن ببساطة في آلاف الأوامر بتدخل وتتلغي كل ثانية من كل أنحاء العالم، من مؤسسات ضخمة بقى بتتداول بمليارات، ومن متداولين أفراد بيشتروا سهم أو اتنين. وده اللي بيخلي السوق الأمريكي دايما نشط جدا، لأنه ببساطة أكتر سوق فيه سيولة في العالم كله، ودايما في مشتريين ودايما في بايعين. يعني السعر دايما بيقدر يتحرك بحرية تماما. طيب تعالوا بقى نتكلم عن أنواع الأوامر اللي بتكون موجودة واللي بتحرك السعر. أول حاجة احنا عندنا نوعين رئيسيين من الأوامر. أول حاجة هو الليميت أوردر، ودي أوامر محددة السعر. المستثمرين اللي مش مستعجلين، زي مثلا واحد بيقول لك أنا هشتري السهم بس لو نزل ل $220، الأوامر دي بتفضل مستنية لحد ما الأوردر بوك يوصل لها، أو لحد ما السعر يوصل لها. وعندنا نوع تاني من الأوامر اللي هو الماركت أوردر أو أوامر فورية، ودي بتتنفذ فورا بالسعر المتاح حاليا. يعني المشتري بيقول لك اشتري لي دلوقتي بأي سعر، فالنظام بيروح لأقرب عرض بيع متاح وينفذ عليه الصفقة. والفرق بين الاتنين إن الماركت أوردرز هي اللي بتحرك السوق فعلا، لأن دي هي الأوامر المتدفقة طول الوقت. طيب تمام جدا، تعالوا بقى نتكلم عن صانع السوق
ودورهم في تحركات الأسعار عندنا. ببساطة الماركت ميكر هو اللي بيضمن إن دايما في عرض وطلب، حتى لو مفيش ناس حقيقية بتبيع وتشتري في اللحظة دي. يعني لو السوق نايم مثلا ومفيش مشتري، صانع السوق بيدخل يشتري من البائع عشان السعر ما يقفش، ولو مفيش بائع بيدخل يبيع للمشتري عشان السوق يفضل في سيولة كبيرة. فهو بيكسب من الفرق البسيط بين سعر الشراء وسعر البيع، لكن دوره الأساسي عشان السوق ما يتجمدش. يعني مثلا في أمريكا في شركات زي سيتل سيكيورتيز وفيرج فاينانشال هي اللي بتعمل الدور ده، وبتتعامل في مليارات الدولارات يوميا عشان بس تحافظ على السيولة الموجودة في السوق. وهنا نيجي لسؤال تاني، ليه أحيانا بنلاقي السعر بيجري بشكل سريع جدا في لحظات معينة بيحصل فيها انفجار في السيولة، زي مثلا وقت صدور بيانات اقتصادية مهمة أو إعلان أرباح لشركة كبيرة. وتعالى ندي مثال، لو شركة مثلا زي أبل أعلنت أرباح أعلى من التوقعات، إيه اللي بيحصل هنا؟ المستثمرين طبيعي جدا ان هم يجروا يشتروا السهم ده، فالاوامر الفوريه بتزيد بشكل كبير جدا، فبتضرب اوامر البيع اللي كانت مستنيه فوق، والسعر يبتدي يصعد بشكل كبير جدا. والعكس بيحصل لما الاخبار تكون سلبيه، الناس بتبيع بعنف فتضرب اوامر الشراء اللي كانت تحت، والسوق يهبط بسرعه كبيره جدا. وده اللي بنسميه الفولاتيليتي او التذبذب العالي اللي بيحصل نتيجه الصدمات المفاجئه في عمليات العرض والطلب في الاسواق. طيب تعالوا بقى نروح لنقطه تانية خالص، ايه هي انواع الاسهم وانواع المستثمرين. احنا دلوقتي فهمنا مع بعض ازاي الاسعار بتتحدد والسوق بيتحرك بناء على العرض والطلب. خلينا نرجع خطوه بقى ونسال سؤال مهم، هل كل الاسهم في السوق شبه بعض؟ وهل كل اللي بيشتري سهم بيبقى بيفكر بنفس الطريقه؟ الاجابه لا طبعا. زي ما في انواع مثلا مختلفه من العربيات، وفي ناس بتمشي بسرعه وناس بتمشي بالراحه، نفس الحكايه موجوده في اسواق الاسهم. في انواع مختلفه من الاسهم وفي انواع مختلفه من المستثمرين، وكل نوع فيهم له طريقه تفكير واستراتيجيه مختلفه تماما. وخلونا نبدا مع بعض بانواع الاسهم في السوق الامريكي او في اسواق العالم بشكل عام. اغلب الشركات لما بتطرح اسهمها بتقسمها لنوعين رئيسيين، الاسهم العاديه او الكومن شيرز، والاسهم الممتازه او البريفيرد شيرز. اول حاجه الاسهم العاديه، وده النوع اللي اغلب الناس بتتداول عليه. لما بتشتري سهم عادي ده معناه انك بقيت شريك فعلي في الشركه بنسبه الجزء اللي انت اشتريته. يعني لو الشركه عباره عن 100 مليون سهم وانت عندك 10,000 سهم في الشركه دي، فانت هنا بتملك 1% من الشركه. فالاسهم العاديه بتديك ايه بقى؟ بتديك حق التصويت في اجتماعات المساهمين، زي مثلا انتخاب مجلس الاداره، بتديك حقك في توزيعات الارباح لو الشركه قررت توزع. لكن في المقابل بقى لو الشركه دخلت في مشاكل، او مثلا لو الشركه حصل ليها عمليه افلاس، انت بتكون اخر واحد بياخد فلوسه بعد الدائنين واصحاب الاسهم الممتازه. وده معناه ان المخاطره في الاسهم العاديه ممكن تكون اعلى شويه، لكن في نفس الوقت العائد المحتمل اكبر لو الشركه نجحت. وخلينا اديك مثال بسيط كالعاده، سهم ابل او تسلا او مايكروسوفت اللي موجودين في اسواق الاسهم الامريكيه، دي اسهم عاديه وقيمته بتزيد او بتقل بناء على اداء الشركه وحجم الطلب عليه في الاسواق. اما بقى الاسهم الممتازه ده نوع تاني، بنقدر نقول انها نص سهم ونص سند. يعني ايه؟ السهم الممتاز عاده ما بيكونش ليه حق تصويت، لكنه بيدي صاحبه عائد ثابت منتظم في شكل توزيعات ارباح اعلى من العاديه. يعني بالظبط كانك بتشتري دخل ثابت اكتر من انك بتشتري سهم تضارب عليه. وده اللي بيخلي النوع ده مفضل عند المستثمرين اللي بيدوروا على استقرار ودخل ثابت، زي مثلا صناديق المعاشات او المستثمرين الكبار اللي عايزين ارباح ربع سنويه تكون مضمونه. ولو الشركه حصل فيها ازمه، اللي معاهم اسهم ممتازه بياخدوا مستحقاتهم قبل اصحاب الاسهم العاديه. يعني المخاطره شويه بتكون اقل، لكن كمان النمو في السعر عاده بيكون. طيب بعد ما عرفنا بقى انواع الاسهم، تعالوا نعرف انواع المستثمرين اللي جوه السوق. والمستثمرين اللي جوه السوق مش كلهم بيفكروا بنفس الشكل. في نوعين كبار بيفكروا بشكل مختلف تماما، اولهم المستثمر طويل الاجل او الانفستور، وعندنا كمان المضارب قصير الاجل او التريدر. اول حاجه
المستثمر طويل الأجل ده الشخص اللي داخل السوق بعقلية البارتنر أو الشريك مش المقامر أو المضارب. بيشتري سهم شركة وبيفضل محتفظ بيه سنين طويلة جدا، وبيركز على حاجتين مهمين: أول حاجة إن الشركة قوية ومكسبها بيزيد، وتاني حاجة إن الإدارة بتشتغل كويس وليها رؤية طويلة الأجل. والنوع ده من المستثمرين مش هيهتم بقى إذا السهم نزل النهاردة أو طلع بكرة، هو مهتم بالشركة نفسها مش السعر اللحظي. وده اللي عمل نجاحات ضخمة جدا في الولايات المتحدة، زي مثلا وارين بافيت أعظم مستثمر في التاريخ، واللي استثمر في شركات زي كوكاكولا وأمريكان إكسبريس وسابهم سنين طويلة جدا، وقدر إن هو يحقق أضعاف مضاعفة من الأرباح. المستثمر ده بيكسب من حاجتين: أول حاجة هي توزيعات الأرباح، وتاني حاجة زيادة سعر السهم على المدى الطويل. ودي الطريقة اللي بنسميها الاستثمار القيمي أو الفاليو انفستنج، أو أحيانا الاستثمار في النمو أو الجروث انفستنج، وده بيكون حسب نوع الشركة. طب تاني بقى نوع من المضاربين هو الشورت تيرم تريدر أو المضارب قصير الأجل. ده بقى نوع تاني خالص، ده داخل السوق عشان يكسب بشكل سريع، هو مش داخل عشان الشركة خالص، هو داخل عشان التحرك اللي بيحصل في السعر بشكل لحظي. المضارب داخل عشان يشتري النهاردة ويبيع النهاردة أو يبيع بعد كام يوم، وهدفه الأساسي إن هو يستفيد من تحركات الأسعار اليومية سواء كانت صعود أو هبوط، وبيستخدم بقى التحليل الفني والشموع وباقي الأخبار أو باقي طرق التحليل، وبيتابع الأخبار اللحظية زي أرباح الشركات أو تصريحات الفيدرالي الأمريكي. والحقيقة إن المضاربة ممكن تكون مربحة جدا جدا جدا، لكن كمان هي فيها مخاطرة عالية كبيرة جدا، لأن السوق ممكن يتحرك في لحظة ضدك بخبر مفاجئ. فأنت بقى كمضارب لو مش بتقدر تتعامل مع التقلبات السريعة دي، فأنت ممكن وقتها يحصل لك مشاكل كبيرة جدا. ودول النوعين الرئيسيين من المضاربين أو المستثمرين. نروح بقى بعد كده لمصادر الربح في أسواق الأسهم، والحقيقة إن في طريقتين رئيسيتين بتقدر تكسب بيهم من أي سهم. أول حاجة هو العائد الرأسمالي. يعني إيه؟ يعني لما تشتري السهم بسعر وتبيعه بسعر أعلى، يعني مثلا اشتريت سهم أمازون ب$100 وبعته ب$150، يبقى أنت هنا كسبت $50 في كل سهم أنت اشتريته. تاني حاجة هي التوزيعات النقدية، ودي الأرباح اللي الشركة بتوزعها على المساهمين كل ربع سنة أو أحيانا كل سنة، زي مثلا شركة كوكاكولا اللي بقالها أكتر من 60 سنة بتقدر إنها توزع أرباح منتظمة كل سنة وبدون انقطاع. والمهم أو الجميل في الأسواق الأمريكية إن في شركات بتديك الاتنين مع بعض، سهم بتلاقي سعره وقيمته بتزيد مع الوقت، وفي نفس الوقت بيقدر انه يدي لك دخل ربع سنوي على هيئة التوزيعات النقدية. وبما اننا بقى بنتكلم عن اسواق الاسهم بشكل عام، فخلونا نعرف ازاي اصلا اسواق الاسهم دي بتشتغل. وخلونا نرجع شوية لورا كده. انت لما بتفتح الموبايل او اللابتوب بتاعك وتبتدي تدوس مثلا على زرار باي وتشتري سهم، هل فكرت في اللي بيحصل ورا الكواليس؟ يعني الامر ده بيروح لفين ومين اللي بينفذه، وازاي اصلا السعر بيتحدث في نفس اللحظة على الشاشة؟ الناس كتير بتشوف البورصة انها مجرد شاشة فيها ارقام واسهم بتتحرك، بس الحقيقة ان ورا الشاشة دي في نظام ضخم جدا بيشتغل بسرعة خرافية وبدقة كبيرة جدا، وبيخلي اسواق الاسهم الامريكية بالذات هو اكتر سوق فيه سيولة وتنظيم في العالم. اول حاجة لازم تعرفها ان اسواق الاسهم او البورصة هي مش مكان، هي نظام. زمان البورصة كانت مكان فعلي، الناس كانت بتنزل بورصة نيويورك لابسة بدل وبيزعقوا وبيرفعوا أوراق وبيشتروا ويبيعوا، كل ده في نفس المكان. بس الكلام ده كله انتهى. دلوقتي البورصة بقت نظام إلكتروني بالكامل، كل حاجة بتحصل أونلاين، أوامر الشراء والبيع بتدخل من ملايين المستثمرين حوالين العالم، والأنظمة بتوفق بين الأوامر دي في أقل من جزء من الثانية. يعني لما بتضغط باي على المنصة الأمر بتاعك بيتسجل فورا وبيتبعت لشركة الوساطة اللي انت فاتح حساب فيها، ومنها بيتحول لأنظمة البورصة اللي بتعمل عملية المطابقة بين أوامر الشراء والبيع. ولو لقت أمر بيع بنفس السعر اللي انت طالبه الصفقة بتتنفذ فورا، وكل ده بيحصل في أجزاء من الثانية. طيب
يعني ايه بقى وسيط اللي انت قلته من شويه ده؟ الوسيط او البروكر هو الشركه اللي بتوصلك للسوق بشكل كامل، وفي شركات ووسطاء كتير جدا هنتكلم عليهم بعد كده. فببساطه الوسيط مش هو اللي بيبيع لك السهم نفسه، هو مجرد حلقه وصل بياخد الامر بتاعك ويبعته لنظام البورصه، والبورصه هي اللي بتلاقي الطرف الثاني المشتري او البائع وتربط بينكم عشان تتم الصفقه. اما البورصه نفسها فهي المكان اللي بيتجمع فيه كل اوامر الشراء والبيع دي. يعني ببساطه نقدر نقول ان ده الميدان الرئيسي اللي بيحصل فيه كل عمليات التبادل. وفي الولايات المتحده عندنا بورصتين كبار بيشتغلوا في تنافس مباشر، وهم بورصه نيويورك والناسداك. عندنا بورصات تانية طبعا بس دول يعتبروا الاشهر والاكبر. بورصة نيويورك هي أقدم بورصة وبيتم التعامل فيها على الشركات الكبيرة زي كوكاكولا وإكسون موبيل وجي بي مورجان. أما الناسداك بقى فهي نقدر نقول إن هو البورصة الحديثة، ودي اللي فيها معظم شركات التكنولوجيا زي أبل وتسلا وإنفيديا وميتا وغيرهم من الشركات اللي كلنا عارفينها دلوقتي. طيب إزاي بالظبط الأمر ده بيتنفذ؟ بص، انت لما بتضغط على باي النظام بيبعته فورا للاوردر بوك بتاع السهم اللي انت اخترته واللي شرحناه من شويه. لو في شخص تاني في اللحظه دي عرض نفس الكميه اللي انت عايزها بنفس السعر، الصفقه بتتنفذ فورا. لو ما فيش بيتسجل الامر بتاعك في النظام لحد ما يظهر بائع او مشتري مناسب، وفي اللحظه اللي الصفقه بتتعمل فيها البورصه بتبلغ الوسيط والوسيط بيبلغك ان الصفقه تمت. وتعالوا بقى نعرف ايه هي اهم او ايه هي ساعات التداول في اسواق الاسهم الامريكيه. السوق رسميا بيبدا يشتغل من الساعه 9:30 صباحا لحد الساعه 4 العصر بتوقيت نيويورك، بس ده مش معناه انك ما تقدرش تتداول غير في الوقت ده. في كمان حاجة اسمها البري ماركت أو قبل الافتتاح، والأفتر أورز أو بعد الإغلاق. يعني ممكن تتداول من حوالي 4 الفجر لحد 8 بالليل بتوقيت نيويورك، بس السيولة بتكون أقل شوية وغالبا الأسعار بتتحرك بسرعة لأن عدد المتداولين بيكون أقل. وده اللي بيخلي السوق الأمريكي مرن جدا وبيفتح الباب للمستثمرين من كل دول العالم ان هم يشاركوا فيه. ودلوقتي بقى قبل ما نكمل في رحله سوق الاسهم لازم نقف عند نقطه مهمه جدا. لما حد بيقول لك السوق طالع او السوق نازل هو غالبا مش بيتكلم عن سهم معين، هو بيتكلم عن مؤشر. والمؤشر ده ببساطه هو مقياس بيجمع حركه مجموعه من الشركات في رقم واحد. يعني بدل ما تتابع 500 سهم، لا، بتتابع رقم واحد بيديك الصوره كامله. اول حاجه الداو جونز، وده أقدم مؤشر في أمريكا. المؤشر ده ما يعتبرش كبير، في 30 شركة بس ال 30 شركة دول يعتبروا قلب الاقتصاد الأمريكي التقليدي. هتلاقي فيه شركات زي كوكاكولا وبوينج وماكدونالدز، شركات عريقة وبتشتغل في قطاعات أساسية. بس ركز في النقطة دي، الداو جونز مش مرجح بالقيمة السوقية زي باقي المؤشرات، لا، ده مرجح بسعر السهم. وده معناه ان لو شركة فيه سعر سهمها مرتفع جدا حركتها تأثر على المؤشر كله حتى لو قيمتها السوقية أصغر من شركات تانية جواه. وده بيخلي الداو مؤشر تقليدي أكتر منه مؤشر واقعي لحركة السوق كله. هو مفيد بس لوحده ما يعتبرش كفاية. وثانيا عندنا الاس ام بي 500، المؤشر اللي فعلا بيمثل السوق. المؤشر ده المستثمرين بيمشوا وراه لان ده بيقيس اداء 500 شركه من اكبر الشركات في امريكا، وبيستخدم ترجيح بالقيمه السوقيه. يعني كل ما الشركه قيمتها اكبر تاثيرها على المؤشر يبقى اكبر. والمؤشر ده بيتابع كل القطاعات، تكنولوجيا، طاقه، ماليه، صناعات، صحه، كل حاجه. عشان كده بيسموه المؤشر اللي بيمثل الاقتصاد الامريكي الحقيقي. ولو انت كمستثمر عايز تعرف السوق الامريكي عامل ازاي النهارده، اول حاجه بتبص عليها هو الاس ام بي 500. وثالث مؤشر هو الناسداك، ده مختص بالتكنولوجيا وده للناس اللي بتحب الشركات التكنولوجيه. مؤشر الناسداك هو اللي هيفهمك الدنيا في الوقت ده ماشيه ازاي. هو بيضم الشركات التكنولوجيه الكبيره زي ابل وامازون وجوجل وميتا وتسلا وانفيديا،
وعشان القطاع ده بطبيعته سريع، الناسداك دايما تحركاته بتكون أعنف، بيصعد بشكل أكبر وعمليات التصحيح فيه بتكون أكبر بكتير، وبيحتاج حد عارف هو بيعمل كويس جدا، لأنه ببساطة هو مقياس الابتكار ومؤشر للمستقبل. فأنت ببساطة لو عاوز تشوف السوق الأمريكي بالكامل بص على S&P 500، لو عاوز تشوف الشركات التقليدية الكبيرة تابع الداو جونز، ولو عاوز تعرف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رايح لحد فين ركز أكتر مع مؤشر الناسداك. ودول هم الثلاث مؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية، نقدر نعتبرهم كده لوحة التحكم الرئيسية لأي حد بيستثمر في أسواق الأسهم الأمريكي. وبكده تكون خلصت المحاضرة الثانية بالنسبة لأساسيات التداول والأسهم الأمريكية، واستنونا في الفيديو الجاي.